فري لايتنج هشرح لكم تكنيك الإضاءة للمشروع ده. عبارة عن بيوتي صالون، ألوان غامقة، إنارة خارجية تكاد تكون منعدمة. المصادر الخارجية بسيطة جدا، استخدمتها مجرد شكل بس، لكن كمصدر إضاءة ما اعتمدتش عليها. عندي مجرد باب إزاز في الدور الأرضي، الدور التاني مجرد برضو شباك إزاز بسيط. في هول كمية الأخشاب والألوان الغامقة ديت، يعني يعتبر ما عنديش، ما هوش مديني أي إنارة. فهنشوف ايه التكنيك ده وهنستخدمه في الفراغات الداخلية اللي مفيهاش أي إنارة خارجية ازاي. قفلت كل مصادر الإنارة في المشهد، ما عنديش بس غير إنارة البري لايت ماتيريال اللي موجودة في الجزء بتاع التجليدة ده زي ما هو واضح معانا. بستخدم بدل الفيري لايتنج تكنيك تاني، بس في الماتيريال نفسها بشغل السيلف إليمينيشن، بحس ان هي مش بتبقى عاملة حرقان حوالين الإضاءة او إشعاعات شكلها مش ظريف. بحس ان أنا لما بستخدمها بيكون جودة الإنارة أفضل مما هو لايت ماتيريال. فكل واحد بيرتاح بتكنيك معين. انا بحب اللي انا استخدم من الماتيريال نفسها. اول حاجة بدأت بها كتكنيك ان انا استخدم 3 بلانات ب3 الوان يحاكي معايا الانارة الخارجية، زي انارة السماء او السكاي. طبعا السماء او السكاي بيبقى عبارة عن تدخل لوني، فاستخدمت 3 الوان اللي هو الازرق والدافي، البارد والدافي والابيض. البارد بستخدم لون ريح للأزرق الغامق شوية، والدافي بستخدمه درجات بقى 3800 4500 على حسب ما المشهد يحتاج معايا، والأبيض 6500 كدرجة لون. أما بالنسبة للشدة فالشدة مش بتتحفظ، وبيبقى على حسب المشهد بتاعي محتاج ايه. ببدأ بأرقام عشوائية وبعد كده بتست. ده بالممارسة بتخليك تحدد الشدة على طول، وبعد كده تزود لو كنت محتاج. فأنا بدأت بالقيم ديت: 800 للأزرق، 3000 للدافي، 2000 للأبيض. اتعاملت معاهم مع ال3 بلانات دول كأنهم مكان سبوت. وزعت 3 تانيين في الفراغ على الطرف التاني. ويلا نعمل تست ريندر ونشوف النتيجة. دي النتيجة، المشهد بدأ ينور معايا. طبعا طالما الألوان عندي غامقة ومايلة للدافية شوية، فالإضاءة بالنسبة لي العامة بستخدمها دافية. يعني أنا دلوقتي وزنة 3 درجات، فأي سبوتات أو أي حاجة هستخدمها من اللون الدافي. هنا بشغل إنارة السبوتات، عبارة عن ديسك زي ما قلت باللون الدافي، 4500 كدرجة. الشدة عاملاها 6000. طبعا قلت القيمة مبتتحفظش، بس هي ايه بالاختبار كده. تحت كل سبوت انا وزعته حطيت ديسك. طبعا عندي الإنارة كانت في الدور التاني، كان يعتبر ظلام شديد، فعلشان أنور أكتر في الدور التاني عملت نفس تكنيك ال3 بلانات. في الدور التاني حطيت 3 في النص عشان تنور معايا الجزء العلوي. يعني هي هنا ظلمة اهيت من فوق، الوقت هتنور معايا اهي. كده الدنيا عندي بدأت توضح اكتر والمود عندي دافي اكتر.
هنا نلاحظ الفرق. كان من فوق كان غامق، والجو العام كان بارد بقى دافي بعد ما نورت السبوتات. هنا بشغل 3 بلانات. كمان حسيت ان انا محتاجة كمان في الدور التاني، فبزود. فانتوا اي مشروع بالنسبة لكم بت... بتزودوا في البلانات او بتتحكموا في عدد عناصر الإضاءة الفيك على حسب ما المشهد يحتاج. فمفيش تكنيك بيتحفظ، هي بس بلمس الأمر، هل أنا محتاجة ولا لأ. دول نفس ال3 بيانات اللي أنا قلت هشغلهم في الدور التاني عشان يدوني إضاءة أزيد من فوق. لما نيجي نقارن هتلاقي ان في إضاءة ظهرت فادتني شدة إضاءة أزيد برضه. بالنسبة لي أنا كدينا في الإضاءة المخفية، لو عملتها لايت ماتيريال أو فيري ماتيريال وبشغل السيلف إليمينيشن، بحب أحط بلان كده بحيث إن هو يحاكي الإضاءة المخفية كقوة. لأن الماتيريال بتكون مجرد شكل أكتر مما هي شدة إنارة. فبشغل بلان عادي بأبعاد عشوائية بالسنس كده، وبرضه بجرب بالسنس الشدة بتاعته، وبخلي التمبريتشر بتاعتي دافية قوي 3800. وبلغي في كل البلانات اللي انا استخدمتها، بلغي كل الخيارات ديت ما عدا الافكت في الديفيوز ان هو يأثر لي على الخامة نفسها. غير كده بطفي كله ال3 بلانات والديسك واي عنصر اضاءة بستخدمه بلغي كل التفعيلات ما عدا الافكت ديفيوز. هنا هنلاحظ ان هو اداني تأثير اضاءة على التجليدة نفسها و... وكإضاءة عامة تكاد تكون مش هتبقى واضحة قوي، بس انا كدينا بحب اعملها يعني. بتديني وهج زيادة كده او تأثير ان في إنارة على التجليدة نفسها وعلى الفرنتشر برضه. والأرضية، يعني لو نلاحظ التجليدة والفرنتشر والأرضية، لأن كده كده في الحقيقة الإنارة المخفية برضو بتأثر معايا. هنا عندي إنارة ديكورية بشغلها برضو. بالنسبة للشدة بتاعتها برضو بالممارسة
ودرجة الدفء بتاعتها 4500. بحب أنوع ما بين درجات الدفء بحيث إن الدنيا تكون متزنة معايا في الحرارة، ما تكونش صفر أوي. بحب أظبط درجات الإضاءة في الريندر، وفي الفوتوشوب بزود الشدة عادي، لكن ما احبش في الفوتوشوب ان انا اظبط مود الاضاءة كلون. هنشوف في مشهد تاني تفاصيل اكتر. اشوف معاكم كاميرا مناسبة. بالنسبة لي الكاميرا ديت ممكن توضح معايا تكنيك الإضاءة للنجفة والإضاءة اللي متسلطة على الحيطة. هنعمل تيست ريندر ونشوف الإضاءة في المنطقة ديت عاملة ازاي. دلوقتي أنا مطفية يعتبر كل حاجة ما عدا الجزء اللي احنا فتحناه. عند الإنارة الخارجية مجرد لون بس، ملهاش أي تأثير. وده برضو اللايت ماتيريال مفيش فيه أي إضاءة شغالة. هشغل معايا إضاءة النجفة عبارة عن مجموعة من السفير الصغيرة بتحكي اللونات. طبعا في الواقع النجفة اللي زي ديت أو بيبقى فيه لونات فوق في النجفة نفسها من فوق، وفي نجف بيبقى فيه لونات فيه يعني، وفي بيبقى ديكوري بس أنا حبيت أنورها. طبعا درجة الحرارة عاملاها دافية قوي. نعمل تست ريندر ونشوف. هنا تأثير الإضاءة بدأ يبان على النجفة نفسها وعلى الفرنتشر اللي تحت وحتى على الحيطة. أكتر الإضاءة اللي معتمدة بقى فيها في المشروع ده تعتبر فيك، مش مثلا باجي على كل سبوت واشغله هو بس، لا لازم ندعم من إضاءة فيك. بالنسبة للإضاءة اللي هنا هي عبارة عن بلان ومتوجه على الحيطة بس، يعني درجة دافية. هو يعتبر جاي في البلوك نفسه، أنا مغيرتش فيه حاجة. طبعا تكنيك الإضاءة للمشروع بيبقى من ريفرنس أو طلب العميلة. في المشروع ده العميلة هي اللي كانت طالبة المود ده من خلال صور هي بعتها، وتقدروا تشوفوا حكاية التصميم ده أنا نزلته وتشوفوا الريفرنس اللي العميلة بعتها. فتكنيك الإضاءة علشان يكون مظبوط معانا ممكن ساعتها نشوف من ريفرنس، أو مع الخبرة بنختار المود المناسب. في الخليج بيحبوا المود أكتر رايح لأبيض أو ألوان فاتحة، وفي لأ بيحب المود الغامق، بيبقى على حسب. هنا برضو استخدمت 3 بلانات نفس اللي استخدمته تحت عشان ينوروا لي المنطقة دي. هنبقى نرجع لها بعدين. خلينا نعمل تست ريندر للجزء ده بعد ما نورت ال3 بلانات اللي فوق. الأول هنا الإضاءة ديت العاملة هي اللي طلبتها في الريفرنس، برضو عبارة عن بلان موجه بالدايركشن بتاعه، عاملاه 64، والشدة بتاعته برضو حددتها بعد مع التست، والدرجة بتاعته ده في 3800. وسبت الأفكت في السبيكيولار والأفكت في الريفلكشن.
علشان الوهج يبان على الحيطة اكتر. خلينا نعمل تست ريندر كده ونشوف. الإضاءة بانت على التجليدة اهيت، والمشهد عموما نور من خلال الثلاث بلانات اللي انا زودتهم. بقية المشروع برضو بنفس التكنيك، المنطقة ديت برضو استخدمت لها نفس الثلاث بلانات. لما نيجي نتست كده، هو انا مطفية برضو الإضاءة في المنطقة دي لسه، الدنيا ما هيش منورة قوي، بس تأثير الإضاءات اللي تحت واللي انا نورته ولكنه مش كافي. هنور التراك بستخدم الإضاءة فيه عبارة عن بلانات صغيرة كده بوزعها بشكل عشوائي، ودرجة الحرارة بتاعتها 4500، وقافلة كل التشيكات ما عدا الأفكت في الديفيوز، وطبعا بتبقى انفيزيبل مش باينة. وشغل التلات بلانات دون إضاءة عامة. ونشغل كل الإنارات الديكورية بقى. طبعا الإنارة الديكورية تبقى دافية 3800، والشدة بتاعتها مع التجربة أنا عاملاهم 100. الجنب التاني برضو نفس القصة، بشغل البلانات الديكورية، يعني مجرد الإنارة عند العناصر بس، مش إنارة عامة. خلينا نعمل تست ريندر ونشوف. كده الموضوع ظهر أكتر معايا، والشدة كده بقت مناسبة بالنسبة لي. لما ادخلها على الفوتوشوب حاسة ان انا عايزة ازودها هزودها، بس كتوازن حراري الامر مناسب. فده كان تكنيك الإضاءة عموما في المشروع كله، عبارة عن 3 بلانات بيحكولي البيئة الخارجية، بستخدم فيهم 3 ألوان: البارد والدافي والأبيض. وإنارة السبوتات نفسها بستخدمها درجات دافية، والإنارة الديكورية بستخدمها برضو درجات دافية. وأي تعديلات تانية بعملها في الفوتوشوب، بس المهم أكون مخرجة الصور كتوازن حراري مناسبة.
نقدر نعتمد التكنيك ده في أي مشروع بالنسبة لي مفهوش شبابيك أو أي عناصر لإضاءة خارجية، بس عن طريق بقى إن أنا أوزن هستخدم كام عنصر وإزاي. فمفيش حاجة بتتحفظ زي ما قلت، بس هو تكنيك موجود أنا بستخدمه كدينا لو ما عنديش أي إنارة خارجية.